أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان وذكرى العاشر من رمضان. والنهاردة احنا بنبارك أكثر من مرة للبطل اللي موجود معانا النهاردة. الأول البطل اللواء عبد الحميد خليفة عبد الرحيم، أحد أبطال الصاعقة المصرية وأحد رموز العسكرية المصرية وأحد أبطال أهم المعارك وقائد العملية، عملية سبت الحديد اللي سمتها إسرائيل سبت الحديد لكثرة الخسارة فيها، وأحد أهم أبطال الصاعقة وخلف الخطوط ومعارك الاستنزاف وأكتوبر. البطل عبد الحميد خليفة عبد الرحيم ابن قرية روافع الخير، مركز سوهاج، محافظة سوهاج. والده الحاج خليفة عبد الرحيم عمدة القرية. والأول بنبارك إن هو رجع بسلامة الله لأرض الوطن بعد رحلة علاج طويلة بالولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من سنتين. وبنبارك مرة تانية ليه بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وهي عزيزة على نفسه وعلى نفس كل عربي ومصري. ويحكي لنا سيادة اللواء حميد حياته من القرية كده وهو ماشي معانا لحد لما جالنا من أمريكا بالسلام. كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب. كل سنة ومصر كلها بخير وبخير إن شاء الله. زي ما تفضلت بنور رمضان فعلا كريم وأيام مفترجة وذكريات لها تاريخ وذكريات عطرة، وما تلا الأحداث الأخيرة اللي مرت بها مصر وزادت بالغمة. ولكن نبدأ في البداية زي انت ما قلت وتفضلت من النشأة. ونشأت في قرية روافع الخير مركز سوهاج، وهي عزيزة على قلبي لأنها كانت فيها أحلى أيام طفولتي. وتأثرت تأثر بالغ بالقرية وبأخلاق القرية اللي كلنا بنفتخر بيها. وعلى فكرة أخلاق القرية المصرية دي فيها عادات وتقاليد لا تجدها إلا في المستويات الراقية الدبلوماسية في العالم. الاحترام، طريقة الكلام، القيام بواجبك على الوجه الأكبر، حاجات يعني فعلا بتجدها في أرقى المستويات. وساعة ما بننسى أخلاقنا الحقيقية، أخلاق القرية، بتتوب ويختلط الحابل بالنار. لما بترجع إلى الأخلاق القرية الأساسية بتلاقي كل حاجة جميلة وكل حاجة فعلا فيها خير وفيها ولها قيمة. احنا اتعلمنا في القرية كيف تحترم الكبير، كيف تقوم بواجبك على الوجه الأكبر. وشفنا شفت والدي وهو يكبر مثلا عمي ثروت رجل مهندس ورجل بارع في كل شيء، وهو لا يستطيع انه يولع سيجاره قدام والده، قدام اخوه الكبير، مش قدام والده، اخوه الكبير اللي
أكبر منهم 5 6 سنين 7 سنين بس. القصة مش في عدم تدخين السيجارة والدم، ولكن القصة كيف يحترم كيف يستمع، كيف يتحدث، حاجات يمكن يعني بنفتقدها بعض الشيء في الشارع هذه الأيام، ولكن لما بترجع لأخلاق القرية الصعيد أو في المحلي أو في الشرقية أو هي نفس الأخلاق هي وعلى سبيل المثال أنا ما كنت باخد الأجازة السنوية من المدرسة كنت بقعد في البيت جوه القرية، بطلع في البيت الخلوي في الزراعات، ووالدي كان عنده مزارع كثيرة، وكنت على طول أول يوم في الأجازة بتلاقيني في الزراعة، أنا في الثانوي أولى ثانوي ثانية ثانوي ثالثة ثانوي. وفي كثير من القصص اللي علمتني كيفية القيم، يعني قد تبدو ده قصة بسيطة ولكن بتعلم فيه. أنا مرة ماشي أنا في أحد المزارع فلقيت واحد شوال فول حراتي كبير كده حللنا خارج بيه من المزرعة. كان شكت أنا حرائي يعني عملت عمل حديث سن. أنا كنت في ثانية سنة ولا ماسك بقى وخدته بقى على عمدة كان ساعتها والدي، ووادي الحرامي ووادي البتاع يعني وفاهم أنا والدي لما هينزل بقى يعني لأنا بشوفه بيعمل إيه في المخطئين. يعني عندنا كان في الجوار 3 شجرات توت، أحيانا بيربط عليهم الحرامي وكان عنده الإسوات، بس ما بيقدموش المركز يعمل له محضر عشان ما تبقاش سابق خطر. فأنا فاهم أنا جايب في واحد هو فنزل قال رحت أنا بتاع مش هقول غفر متحفظين عليه. نزل والدي كيف قلت له فلان ده مش عارف ايه قال خلاص انا كده. نزل من البيت جنب الدوار على طول. كان صبح بدري فلقى بقى السريقة شوال فول حاجات قد كده، وهو فبص له كده وقال له ايه ده يا سيد؟ انت شايفه عنده ايه؟ قال له ايوه يعني ايه ده؟ منين يعني؟ من عندكم في المزرعة. قال يعني ايه من عنده؟ قال يعني خدته سرقته من عندكم من المزرعة. معترف. قال له لا يعني بتعترف؟ قال له ما انا بقول لك اهو موجود هو وانا اللي جايبه وابنك يعني ما هو. قال له طب ما عملش كده ليه؟ قال له ولادي جعانين فرحت اكلهم منين؟ فبصيت لقيت الوالد عايز اشوف رد ايه. لا غلبتني بقى، شيله روح لولادك عشان ما تاخرش عليك. انا بقى زعلان ايه اللي شيله. انا بقى انا كنت انا عامل نفسي ان انا مسكت. اول ما خرجت قال لي طبعا انت متضايق. قلت طبعا لا وسرق ولا. قال لي لا شوف لازم تتعلم حاجه. نمرة 1 المزرعة مش هتخش بمقدار الشوال الفول اللي تجعله، لا دي اسمها صدقة مغفرة، فده هيزود المزرعة. نمرة 1. نمرة 2 أنا ما بسأله قال لي ولادي جعانين أكلهم منين؟ طيب خلاص واحنا ربنا أكرمنا وعندنا مزارع وبتاع. الحاجة الثالثة قلت له ايوه بس انا شفت حضرتك كده بتضرب. قال لي ايوه لانه في طرف ثالث. ده الفول ده حالاتي ده واخده من مزرعتنا مزرعتي انا، فانا صاحب الشقه ده انا مسامح. مفيش طرف ثالث. وبعدين طالما عايز ياكل ولاده ومن مزرعتي
أنا موافق. هذه الحادثة البسيطة تبدو بسيطة جدا يعني، ولكن أنا بفتكرها لغاية دلوقتي، اللي هي ويا ريت تسود في كل ربوع مصر، اللي هي الناس يبقى قلبها على بعض، يعني كيف يحس بالآخرين، يعني وكيف يعني ده هو كأنه بيدعم لا غلبتني.